أهلا بيكم في درس رقم 29 في دبلومة كانفا بالعربي، والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل البيزنس كارد من الصفر. هنتعرف على بعض على شوية مفاهيم الأول عشان تفهم طباعته بتتم إزاي وتعمل حسابك وإنت بتصمم عليه. والنوع اللي إحنا اخترناه النهاردة هو اسمه مينيمال ديزاين، واخترت النوع ده عشان يكون سهل عليكم في البداية، ولأنه أحسن نوع بالنسبة لي في البيزنس كارد، لأنه زي ما أنت شايف بيقدم البيانات بشكل سهل ومن غير ما يكون فيه أشكال أو حاجات كتير تربك عين الشخص اللي بيقرأ الكارت. فهو بسهولة جدًا بيقدر إنه يستخرج رقم التليفون، الإيميل، العنوان وهكذا. وما تنساش لو أنت مهتم بمحتوى الجرافيكس إنك تتابعني عشان تتعلم أكتر، ولو أنت عايز تتعلم جرافيك ديزاين ببلاش لازم تنضم لجروب التليجرام اللي عليه أكتر من 35,000 طالب، وهو جروب العالم الموازي وموجود في صندوق الوصف. ولو أنت عايز تتعلم معايا بشكل شخصي ومكثف، ممكن تنضم لجروب الVIP وده بتكلفة رمزية جدًا وتفاصيله هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف. ومش هاطول عليكم ويالّا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. وأول حاجة هتعملها إنك تفتح موقع كانفا وهتيجي هنا تضغط على Create a Design، وبعد ما ضغطت عليها هتطلع لك الشاشة دي، فهتكتب في السيرش بزنس كارد. هتلاقي إن في أنواع ومقاسات كتير وأنت هتختار هنا اللاندسكيب اللي مساحته 3.5 إنش في 2 إنش. وبعد ما وصلت للشاشة دي هتفتح نيو بيج، لأن البيزنس كارد بتاعك مكون من وشين. هنخلي رقم واحد للفرونت ورقم اتنين للباك، ودايما الوجه بتاع البيزنس كارد بيكون موجود فيه اللوجو وهو الأساس. وتاني حاجة عندك ممكن تكون موجودة فيه هو اللينك بتاع الويب سايت بتاع المكان ده. وهنا هنستخدم اللوجو اللي عملناه في درس رقم 26 مع بعض، فلو انت ما عملتوش معانا روح نفذه وبعد كده استخدمه زي ما انا هعمله هنا. وفي الستايل ده يفضل انك تستخدم الوش بتاع الكارت بتاعك يبقى مليان بلون اللي انت هتستخدمه كلون مميز للبيزنس كارد، والظهر بتاعك اللي هو صفحة رقم 2 يكون لون فاتح، سواء كان لون أبيض أو لون مثلا أصفر فاتح أزرق فاتح حسب اللون اللي انت هتستخدمه في الوش. وفي الوش هنا أنا معايا color code عايز أستخدمه باحبه جدًا، وهو النيفي اللي هو الcolor code ده، فممكن تاخده copy paste وتستخدمه معايا. وبعد كده جبت اللوجو اللي أنا عملته في درس رقم 26 وخليته كله لونه أبيض، لأن إحنا عملناه هناك باللون الأسود والأورنج، وده مش هينفع على الخلفية اللي أنا مستخدمها هنا، ففضّلت إن اللون بتاعه يكون لونه أبيض. وشِلت السلوجان بتاعه عشان أركّز على اسم البراند أو اسم الجامعة نفسها، وخليتها في النُص زي ما أنتم شايفين. ولمّا جالي هنا بالشكل الكبير اللي أنت شايفه دلوقتي، فهابتدي إن أنا أصغّره شوية وأخلّيه متوسطن في قلب الbusiness card الfront face بتاعه، وبكده أنا وسطنت اللوجو وحطيته في المكان الصح. وزي ما قُلت لكم في الوش إحنا بنحط اللوجو وبنحط لينك الويب سايت بتاع المكان لو هو عنده ويب سايت، طب لو ما عندوش ويب سايت يبقى هو بس اللوجو بتاع المكان ده. وما تكبّرش اللوجو بتاعك بالمنظر اللي أنت شايفه قدّامك زي الكروت اللي أنت بتلاقيها، لإن ده منظر قبيح جدًا. الstyle ده لازم تكون حاجات فيه رقيقة شوية، لإن هو بيعبّر عن business راقي وشركة محترمة، فلازم الأشكال ما تكونش كبيرة أوي وما تكونش قوية أوي كده، فده بيكون الحجم المناسب للشعار بتاعك في النوع ده من الكروت. وهنا عندي لينك للويب سايت، فعايز أكتب اللينك ده. عشان أكتب نص هنا هاروح للtext tool وهاعمل add a text box، ولمّا ضغطت عليها جالي هنا الparagraph text، هابتدي إن أنا أستبدله بالweb site بتاع المكان اللي فوق. وطبعًا أنا مش هاستخدمه في الحجم ده، فهاخلّي حجمه حوالي 5، وبعد كده هاعمل letter spacing هاخلّيه هنا 100 علشان أفرّق الحروف شوية علشان تبقى سهلة في القراية. وبعد كده هاغيّر للfont اللي أنا عايزه اللي هو Kodak Pro، والfont ده مجاني ممكن تستخدمه معايا زي ما أنت شايف كده قدّامك. هتضغط هنا، وطبعًا هتختار السهم، بعد كده تختار الregular بتاعه، ويبقى كده أنت كتبت اسم الويب سايت. وتعالَ بقى أعرّفك term مهم جدًا في وضع الأشياء في الbusiness card. بُص كده لو أنا نزّلت الكلام بتاعي هتلاقيه وقف عند frame معيّن مرسوم باللون البنفسجي قدّامك. علشان تفهم الframe ده لازم تفهم حاجة اسمها trim وbleed. الtrim هو الحجم الكامل للbusiness card بتاعك اللي هو 3.5 في 2 إنش. العرض بتاعه 3.5 إنش والطول بتاع الbusiness card بتاعك 2 إنش. في حاجة اسمها bleed، الbleed ده اللي هو نسبة الخطأ أثناء الطباعة. فهو هنا بيقول لك حُط المحتوى بتاعك وزن المكان البنفسجي اللي أنت شايفه قدّامك ده. ليه؟ تحسُّبًا إن مثلًا أثناء الطباعة يحصل خلل في الحتّة اللي هي برّه الإطار البنفسجي، فلو أنت حاطط فيها أي محتوى هتضطر المطبعة إنها تشيله. فهو بيقول لك ضمانًا لسلامة الطباعة بتاعتك عشان يطلع الكارت بتاعك محتواه سليم وما فيهوش أي مشكلة، دايمًا حُط المحتوى بتاع الكارت بتاعك جوّه المكان البنفسجي ده.
وبعد ما حطيت الكارت بتاعي واتأكدت إن هو ملاصق لآخر الخط خالص ومش معدّيه بالمنظر ده، آخر حاجة عندي هنا، أتأكد إن أنا كده باحرّكه لغاية ما أشوف المسطرة البنفسجي دي عشان أبقى موسطنه في وسط الكارت هو واللوجو، وبكده بمنتهى البساطة الوِش بتاعك بتاع الكارت خلص. وهنبتدي إن إحنا نشتغل في الوِش التاني، والوِش التاني أنا قررت ما اسيبوش باللون الأبيض لإن باحسّه الصراحة مش professional، فأنا هاختار لون فاتح، يعني لون أصفر فاتح جميل جدًا، فممكن تاخد اللون ده زي ما أنا عملته كده وتطبّق معايا بيه. وكل اللي هاعمله اللي أنا هارجع تاني للوِش، هاخد هنا control C للجروب كلّه، control C copy، بعد كده هاخده هنا وأحطه paste. طيب هنا اللوجو قلب أبيض، هافُك الجروب بتاعي علشان أبتدي ألوّنهم على حِدة، بعد كده هامسك ده ألوّنه باللون الأزرق اللي أنا اخترته للوِش، وهامسك الicon دي أفُكّها لإن هي عنصرين، بعد كده آخُد كل عنصر فيهم ألوّنه برضه باللون الأزرق زي ما أنت شايف قدّامك كده، وبكده اللوجو بتاعي اتحوّل للون اللي أنا اخترته للوِش هنا، وده علشان يبقى الوِش والضهر مترابطين، وبعد كده هامسكهم كلّهم تاني وأعمل لهم control G كجروب واحد. وابتدي إن أنا أصغّر اللوجو بتاعي شوية زي ما أنت شايف، بعد كده أبتدي أحرّكه وعينك على البليد بتاعك، دايمًا المحتوى ما يعدّيش البوكس البنفسجي اللي قدّامك ده، وأول ما يوصل للcorner بالضبط هاروح سايب إيدي، وبعد كده هاكتب تفاصيلي الشخصية اللي هو اسمي، وظيفتي، رقم تليفوني، إيميلي، عنواني، وهاستخدم نفس الfont اللي أنا استخدمته في الوش هنا اللي هو Kodak Pro، وعشان أبتدي أكتب التفاصيل دي هاروح على الtext tool وهاعمل add a text box. بعد كده هابتدي إن أنا أكتب اسمي زي ما أنت شايف قدّامك، وبعد ما كتبته هاختار الfont بتاعي وهاخلّي Kodak Pro extra bold، وبعد كده عشان أخلّي اسمي شكله حلو هاختار هنا في الletter spacing، هاجي هنا أخلّيها -20 عشان ألزق الحروف شوية في بعض، وبعد ما كتبت اسمي هابتدي إن أنا أجيبه وأتأكد من المسطرة بتاعتي إنه بادئ بالضبط مع الlogo اللي موجود فوق، وأنزل وأسيب له مساحة شوية تحت. وبعد كده هاخد نسخة عشان أكتب بيها وظيفتي، وهاتأكد إن هي بادئة من الشمال في الalignment هنا عشان لمّا أكتب حاجة ما الاقيش الalignment اتغيّر، يعني يفضل برضه بيبدأ من نفس المكان اللي بدأ منه اسمي على طول، من غير ما أحتاج إن أنا أقعد أوسطن تاني. فبعد ما خدت نسخة هابتدي إن أنا أكتب وظيفتي اللي هي product designer، وهاخلّي هنا الحجم بتاع الكلام 6، وهاجي هنا في Kodak Pro هاخلّي السمك بتاع الكلام بتاعي regular. زي ما أنت شايف أنا كده كتبت اسمي وكتبت وظيفتي، وبعد كده هاخد نسخة من كلمة product designer أصغّرها حاجة بسيطة أوي، أخلّيها أصغر بدرجة واحدة، وده كده هيكون رقم تليفوني، بعد كده آخد نسخة تانية، والنسخة دي أنا باخدها وأنا ماسك Alt Shift وبامسك الحاجة وباجرّها تحت في أي اتجاه، وكده المكان ده أنا هاكتب فيه الإيميل بتاعي اللي هو بالشكل اللي قدّامك ده. بعد كده بامسك Alt Shift وأجُر الكلام لتحت وأتأكد إن أنا بالمسطرة المسافة اللي ما بين ال3 حاجات دول زي بعض بالضبط، وزي ما أنت شايف بالmove كاتب لك إن المسافة ما بينهم ثابتة، فأول ما تلاقي كده تروح سايب إيدك خالص ونعمل copy paste للعنوان بتاعي، وبكده أنا كتبت اسمي ووظيفتي ورقم تليفوني، إيميلي، عنواني. بعد ما تخلّص كل ده هتمسك آخر 3 حاجات دول تعمل لهم جروب واحد، تبتدي تحرّكهم تتأكد إن هم واصلين لآخر البليد بتاعك، وبكده الأماكن كلّها بقت مضبوطة. هنفُك الجروب عن اللوجو ده علشان عايزين ناخد بس الicon بتاعته، فهناخدها نعمل لها control G وهناخدها control C control V عشان ناخد نسخة منها ونبعدها شوية، بعد كده هنعمل له جروب تاني ونقول له شكرًا، وهناخد الicon بتاعتنا نكبّرها شويتين ونستخدمها في الحرف زي ما أنت شايف كده قدّامك. وبكده يبقى خلص بمنتهى البساطة البيزنس كارد بتاعنا، وعشان نطلعه هنضغط على شير وهتختار ال PNG بتاعك علشان الطباعة، ولازم يكون بحجم كبير وما تخليهوش transparent، وطبعا هتختار الصفحات الاتنين بتوعك، والبيزنس كارد بيتطبع ك PNG أو JPG، وأحسن حاجة عندك هو ال PDF، حتى هو كاتب لك best for printing. اتأكد إنك بتستخدم عناصر عالية الجودة لأن أنت لو في أي حاجة بتبكسل معاك هتبوظ البرنت كلها. وكده بمنتهى البساطة الدرس بتاعنا خلص، وأتمنى يكون درس سهل. ولو أنت عايز تتعلم إزاي تكون جرافيك ديزاينر شاطر وعايز تاخد تقييم مني على شغلك، انضم لجروب التليجرام سواء المجاني أو ال VIP، وهتلاقي كل التفاصيل موجودة في صندوق الوصف. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم في دروس جاية كتير.